السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا فيك معايا أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنت. في حلقة اليوم راح أكلمك عن موضوع مهم جدا من المواضيع اللي المفروض إن احنا دائما نفكر فيها. بس أنا حبدأ كلامي فيه عن طريق طرح سؤال: كيف علاقتك اليوم مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف هي علاقتك أو علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام؟ وأقصد بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى مو من خلال المحافظة فقط على الصلوات أو الشعائر التعبدية، إنما من جانب العبادات القلبية. كيف علاقتك اليوم مع الله في جوانب حياتك كلها؟ هل علاقتك مع رب العالمين تقتصر أو تواصلك مع الله سبحانه وتعالى يقتصر فقط في وقت الأزمات، في وقت المشاكل، في وقت الصعوبات؟ كيف تعرفي أنه العلاقة اللي أنت فيها مع الله هي علاقة قوية أو هي علاقة قائمة على أساس صحيح؟ كيف تعرفي إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى بصدق وبعمق وأن الله يبادلك هذا الحب؟ كيف تعرفي اليوم إذا كنت في مسارك في الحياة ماشية بالكيفية التي أمر الله ولا هي مخالفة لما أمر الله لعباده؟ لكن احنا دائما نفكر انه علاقتنا مع رب العالمين دائما تحدث او تكون قوية من خلال نحن نحافظ على الصلاة او الشعائر التعبدية، وهذا الكلام صحيح. لأنه في البداية أي علاقة تحتاج أساس تنطلق منه، والأساس الصحيح اللي ننطلق منه في علاقتنا مع رب العالمين دائما لازم يكون من خلال أول شيء أداء الواجبات التي أمرنا الله بأدائها، وأعظم هذه الواجبات هي الصلاة أو الشعائر التعبدية الخمسة اللي نعرفها أساسا. من خلال محافظتنا نحن على الصلاة وأدائها بالشكل الصحيح والاستعداد لها بدون ما نبالغ فيها، أكيد نكون نحن مشينا أول الخطوات في هذه العلاقة. طبعا بالمحافظة على الصلاة نحن ممكن مع الوقت حندخل أشياء تانية، المحافظة على السنن، زيادة الأوقات ممكن في مسألة الصلاة أو في مسألة الدعاء فيها إلى آخره. لكن ليش بعد الصلاة نصير منفصلين تماما عن التأثير الروحاني اللي احنا نكون عليه أثناء الصلاة؟ ليش ما بنعيش نفس الشعور اللي وإحنا نصلي؟ ليش ما بنعيشه دائما أو طول الوقت في كل الوقت؟ ليش دائما بس وقت الصلاة؟ وقت ما يدخل رمضان نجلس في روحانية عالية، وقت ما نروح الحج مثلا نكون في روحانية عالية. ليش دائما بس في هذا الجانب؟ ليه ما نستمر في هذا الوضع يعني الروحاني العظيم جدا أو الزيادة في الإيمان؟ إيش اللي يمنعنا عن هذا كله؟ ممكن نحن الثقافة الدينية اللي احنا تلقيناها في هذا الجانب ضعيفة جدا، وحتى لما نيجي نقرأ مثلا السلف الصالح كيف كانوا في هذا الجانب أقوياء جدا ولصيقين بالله سبحانه وتعالى وبما يحبه بشكل عجيب جدا، نقول مستحيل نحن نقدر نوصل لهذا المستوى، مستحيل نقدر نكون زيهم. طبعا كلمة مستحيل نحن نكون زيهم أو نقدر نوصل للمستوى اللي هم وصلوه، هذا بداية العجز. لأن لازم ندرك أن هذول الناس أو هذول السلف الصالح هم الإرادة فقط والخطة تبعهم هي اللي حركتهم في هذا الجانب، فجعلوا التأثير الروحاني اللي يكونوا في أثناء الصلاة أو في أثناء لقائهم مع الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة يشمل حياتهم كلها. خليني أتشارك معك بعض الأشياء في هذا الجانب. نحن اليوم لما نبغى نكون في علاقة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى، يجب أن تبدأ هذه العلاقة بكيفية صحيحة من خلال فهمنا أن رب العالمين هو ربنا وخالقنا ورازقنا والمحيي والمميت، من خلال فهم صفات الله، من خلال أسمائه الحسنى.
طبعا لما نقول فهم عميق من خلال الاستشعار، لما نحن نستشعر هذه المعاني لأسماء الله وصفاته، أبدأ أدرك أنا أني أنا قاعدة أتعامل مع إله عظيم جدا. اليوم لما أنا أفكر أن الله هو يدبر أموري، طيب المدبر، وأتعمق في هذا المعنى وفهمه وأشوف أثره في حياتي، كيف الله قاعد يدبر أموري؟ لازم أغمض عيني اليوم شوية وأرجع لتفاصيل حياتي. لازم أشوف يومي كيف قاعد يمر، هل قاعد يمر بسلام لأجل أن أنا والله خارقة الذكاء ولأن الظروف كلها تساعد، ولا لأن الله سبحانه وتعالى هو قاعد يدبر أموري؟ اليوم لما أجي أنا أسترجع كل المشاكل اللي مرت علي في حياتي، كيف أنه خرجت منها أنا منتصرة، لازم أفكر هل أنا خرجت منها منتصرة وأخذت حقوقي لأني أنا ذكية، ولأني أنا نبيهة، ولأن أنا معايا الحق، ولأن اللي ظلموني ولا اللي سووا في أي شيء هم أضعف مني، ولا لأن الله هو الذي يدبر أموري. لما أنا أرجع الشيء لله أو أرجع الشيء لأصله، راح أعرف تماما أنه علاقتي الصحيحة اللي أنا لازم أحرص عليها دائما وأبدا وأقويها وأستثمر فيها، وهي العلاقة التي يجب أن أعيش بها ولها ومعها ولأجلها، هي فقط علاقتي مع الله. اليوم لما أنا أشد حيلي وأبني علاقة ممتازة مع زوجي وأبنائي ومن حولي من الناس، هذا شيء كويس. لكن لما أنا أبالغ وأحرص على هذه العلاقة وأنها تكون في أعلى مراتبها من النظافة والنقاء والطهر وحسن التعامل والصدق، وأنسى أنه أنا أمارس هذا الشيء مع رب العالمين، معناها هنا لازم أنا أوقف وقفة صحيحة وأراجع نفسي. يا ترى لو أنا فسدت علاقتي مع الله وعلاقتي مع الناس صارت أفضل، هل هذا أفضل ولا علاقتي مع الله أفضل؟ طيب كيف ممكن يحدث هذا الفساد؟ الفساد في علاقتنا مع الله يحدث من خلال أن احنا نستهين بالله سبحانه وتعالى، أن نجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلينا لما نخالف أمره، ولما نقدم أي شيء، ولما نوضع بين خيارات بين ما يحبه الله وبين ما يحبه الناس فنختار ما يحبه الناس، وبين ما يريدونه الناس وبين ما يريده الله ونختار ما يريدونه الناس. معناه هنا أنا أكون دخلت في خسارة عظيمة جدا. حتى لو قلت بيني وبين نفسي اليوم إنه والله إيش أسوي، أنا مغلوبة على أمري، هذا مو هو صحيح. ما في إنسان مغلوب على أمره. لو الإنسان يأوي إلى ركن شديد هو ركن الله سبحانه وتعالى فهو مو مغلوب على أمره. المغلوب على أمره هو الإنسان اللي يكون يستخدم حيلته ويستخدم عقله ويستخدم قوته وقدرته ويستعين بالناس فقط في إدارة حياته، لكنه لا يستعين بالله. إذن أرجع لأول السؤال، كيف علاقتك اليوم مع الله؟ هل أنت بتشوفي الله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياتك؟ مع كل نفس طالع وداخل لك أنت يخرج من صدرك ويدخل إلى صدرك، هل تتذكري الله إن الله هو اللي أعطاك هذه القدرة وهذه النعمة العظيمة والصحة العظيمة أنك تقدري اليوم تتنفسي بدون ما تشعري بألم في صدرك؟ هل اليوم لما أنت تتكلمي مع أولادك تركزي على هذا المعنى في كلامك وحديثك معهم؟ كيف ممكن تركزي معهم؟ خليني أقول لك كيف ممكن إحنا نركز مع أولادنا في هذا الجانب. لما يجيني اليوم ولدي ولا بنتي يشتكوا من أمر ما في الحياة وصعوبات يواجهوها، وأكلمهم إن الله هو اللي يحل هذه الأمور، أنا ما أقدر أحلها. أنا ممكن أنصح، ممكن أوجه، ممكن أرشد، ممكن أدلك، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ما سهل لك هذا الأمر فلن يكون سهل أبدا ولن تستطيع أن تتجاوزه. لما أنا أركز دائما على هذا المعنى مع أولادي، معناها أنا جالسة أنا وهم جالسين نقترب من الله ومن علاقتنا القوية مع الله سبحانه وتعالى. لما اليوم ولدي ولا بنتي يجوا يسألوني أو يطلبوني أنهم يحصلوا على شيء ما من أمور الدنيا وأنا ما أقدر عليه لأي سبب من الأسباب، ممكن فقر، ممكن قلة حيلة، ممكن عدم قدرة، ممكن أي سبب يكون، وذكروا أنه الشيء هذا اللي أنت تتمناه اسأل الله سبحانه وتعالى بصدق أن يبلغك إياه أو أن يعطيك إياه أو أن يرزقك إياه. واستشهد له بقصص كثيرة جدا في هذا الجانب، وأقوي وأرفع
الجانب الإيماني فيه من خلال سرد القصة والحقيقة في هذا الجانب، فأنا بقترب برضو من علاقتي مع الله. يصير أنا فاهمة أنه أي شيء في هذه الدنيا اليوم لما أنا أبغاه يتحقق فقط لما أكون في علاقة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الشديد نحن نستخدم هذه العلاقة دائما زي استخدام الطوارئ. لما نتعرض لمشكلة أستخدم هذه العلاقة فأشد حيلي في الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عني هذه الأزمة وهذه المشكلة وهذه المعضلة وإلى آخره. لكن المفروض أنه أنا أستخدم هذا السؤال وهذا الدعاء دائما وأبدا، سواء في حالة اليسر سواء في حالة العسر. العلاقة مع الله ما هي بالصلاة. العلاقة مع الله وأنا زعلانة أتكلم مع نفسي، أتكلم مع الله، أشتكي لله، أفضفض باللي عندي لله فقط. لما أكون أنا فرحانة وسعيدة برضو أشكر الله سبحانه وتعالى في قلبي وأشرك الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، مع أنه هو العالم، هو اللي سوالي هذا الشيء. العلاقة مع الله معناها أني أنا اليوم لما أجلس أتكلم مع نفسي في أي أمر أراقب الله، وأن الله قاعد يسمع هذا الحوار، هل يرضيه ولا ما يرضيه. حتى الأشياء اللي ما هي كويسة لما أجي أتكلم فيها مع نفسي، لما أتذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها وأتركها حياء من رب العالمين، هذه هي اللي تقوي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. أنا وإنتي اليوم نحتاج أن احنا تكون علاقتنا مع رب العالمين أقوى بكثير، وأن يكون اللي بيننا وبين الله أقوى بكثير، وأن اللي يكون بيننا وبين الله عامر دائما، وأنه مو مهم أخسر أي أحد في الدنيا. ولما أقول أي أحد بالفعل مو مهم أخسر أي أحد، المهم أن أنا أكسب الله سبحانه وتعالى من خلال امتثال أوامره واجتناب نواهيه. اليوم أنا وإنتي محتاجين بقوة في هذه الفوضى اللي احنا عايشينها، في هذا القلق، في هذا العالم المليء بالأشياء المتشابكة اللي احنا ما احنا عارفين فين الصح وفين الخطأ، إيش أسوي وإيش ما أسوي، هل إذا سويت زي كذا حيكون أحسن، هل إذا تركت هذا الشيء راح يكون أحسن، هل هذه الفرصة أحسن، هل هذا القرار صحيح، هل هذا الشيء ممكن يكون، هل هذا الاختيار هو الاختيار المناسب. لما أكون في هذه الفوضى العظيمة جدا وما أعرف وأتخبط، أنا أحتاج فقط أني أنا أرجع إلى داخلي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلني ويرشدني ويهديني. خليني أتوقف معاك شوية وأرجع لك بعد هذه الوقفة القصيرة جدا وأستأنف معاك كيف كان السلف الصالح وكيف كان الأنبياء وكيف كان الصالحين يقووا علاقتهم بالله ويبدأوا بقوة بناء هذه العلاقة القوية من خلال الأمور الصعبة اللي يمر عليها في حياتهم. فلا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نستأنف موضوعنا كيف علاقتنا مع الله اليوم. خليني أبدأ قصة عليك، قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل وخرج بهم، في القصة المشهورة والمعروفة أنه خرج ببني إسرائيل، فأثناء خروجه عرض عليه البحر أمامه وبني إسرائيل أو فرعون خلفه هو بجنوده. فإيش قالوا بني إسرائيل؟ قالوا إنا لمدركون. لما شافوا أن البحر أمامهم وفرعون بجنوده خلف قالوا إنا لمدركون. إيش معنى إنا لمدركون؟ خلاص نحن هالكين. إذا البحر أمامنا وفرعون خلفنا إيش راح نسوي؟ هذول كلهم بخوفهم وقلقهم قالوا لموسى هذا الكلام. المفروض أن موسى بشر ويشعر بشعورهم هذا، لكن كانت هذه هي لحظة الامتحان العظيمة لهذا النبي العظيم. فقال لهم إيش؟ جواب الواثق، قال كلا إن معي ربي سيهدي. يعني أنا واثق من الله سبحانه وتعالى وهو راح يدلني ويرشدني. طالما أنه قال لي سوي كذا وكذا معناها أن الله راح يدلني ويرشدني لي الحل. فالله سبحانه وتعالى أمر أن يضرب البحر، فانشق البحر طريق خاص، طريق يابس جدا، وعبر منه موسى وبنو إسرائيل وفرعون قاعد يطالع. فلما لحقهم فرعون بعد ما هم عبروا ونجوا، الله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يلتم عليه فيغرقهم جميعا. لما نيجي نتكلم عن العلاقة مع الله، معناه احنا قاعدين نتكلم عن الثقة بالله سبحانه وتعالى، عن مسألة الثقة. اليوم احنا ثقتنا في أنفسنا أكثر، ثقتنا في الناس أكثر، ثقتنا في ذكائنا أكثر،
ثقتنا في العلم أكثر، ثقتنا في التكنولوجيا أكثر، ونسينا أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو أهل هذه الثقة فقط، وما في شيء أساسا لازم أثق فيه هذه الثقة العمياء غير رب العالمين. إذا أنا أقدر أبني علاقتي مع الله من خلال أن أنا أثق في الله سبحانه وتعالى في كل أمر يأمرني به. اليوم لما نيجي نتكلم عن موضوع مثلا زي صلاة الاستخارة، هذه صلاة الاستخارة هي أكبر مؤشر على ثقتنا برب العالمين. لو سألتيني كيف هقول لك في دعاء الاستخارة: اللهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. في الاستخارة الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى بعلمه الغيب، ويقوم بالفعل الذي يريده بعد أداء صلاة الاستخارة، لكن لما يؤديه وهو واثق من الله أنه راح يستجيب له هذا الدعاء. فإذا صارت الأمور زي ما هو يبغى مع قراره فهذا خير من الله وفضل، فالحمد لله. وإذا صارت خلاف ما أراده بعد صلاة الاستخارة فهذا فضل من الله وحفظ منه. كم مننا ينطلق اليوم من خلال صلاة الاستخارة في توثيق علاقته مع الله سبحانه وتعالى؟ كثير مننا أو على الأقل ممن أعرفهم يخافوا من صلاة الاستخارة. ليش؟ تحت ذريعة أخشى أن يحدث فيها ما لا أحب. طيب ليش تستخير؟ طيب ليش الاستخارة؟ الاستخارة معناها أن أنا خلاص أفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وأنا أقوم بالعمل. لما نيجي نتكلم عن التوكل على الله، هذا أعظم شيء يقوم به الإنسان في بناء علاقة قوية مع الله. التوكل على الله معناها تفويض الأمر الكامل لله، إن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يقوم بهذا الأمر، أو نحن نتوكل عليه في أثناء الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجح هذا الأمر أو يمضيه لنا أو يصرفنا عنه. بهذه الأخلاقيات أو بهذه السلوكيات أو بهذه الطاعات نحن نقدر نقوي علاقتنا بالله. اليوم أنا وإنت محتاجين جدا في هذا القلق اللي احنا عايشين فيه هذه الأيام أن احنا نرجع إلى الداخل، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أني أنا أعرف الله سبحانه وتعالى إيش قال لي في هذا الأمر، إيش يحب أسوي فيه، كيف يحب أن أقوم به، إيش الأعمال التي أتقرب بها إلى الله حتى يحبني ويجعلني من الذين يحبهم ويحبونه، كيف إيش الأشياء اللي لازم أسويها اليوم أو أقوم فيها اليوم في حياتي حتى أكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحتاج أني أنا أفهم هذا المعنى العميق، أحتاج أني أنا دائما أركز على هذه المعاني، وأحتاج أكثر من هذا كله أني أنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقربني إليه. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني فوضت إليك أمري. هذه الأشياء هي اللي ترجعنا أو تبني لنا علاقة قوية مع رب العالمين. اليوم أنا وإنتي نحتاج نشعر بالطمأنينة والهدوء والسلام والسكينة، نحن نحتاج نشعر بالأمان، وهذا الأمان لن يتحقق ولا يتحقق إلا بقدر قوة العلاقة اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. كل ما كانت هذه العلاقة قوية معناها نحن دائما راح نكون هادئين ساكنين، قلبنا مليء بالطمأنينة. حتى في أصعب المواقف الله سبحانه وتعالى راح يربط على قلوبنا كما ربط على قلب أم موسى في أصعب موقف، لولا أن ربطنا على قلبها. في أصعب المواقف هذه العلاقة القوية مع الله سبحانه وتعالى هي التي تنجينا. مريم ابنة عمران في أصعب موقف لها فيما قيل عنها الله سبحانه وتعالى إيش قال لها؟ كلي واشربي وقري عينه فقط. ليش؟ لأنه هذا هو حفظ الله. يأتي حفظ الله ومحبته ومعيته في الأوقات الصعبة اللي احنا كنا أساسا في أوقات الرخاء نبني علاقة قوية مع رب العالمين. اليوم أنا وإنت محتاجين لهذه العلاقة، ما احنا محتاجين لعلاقة قوية أبنيها اليوم مع زوجي ولا أبنائي ولا أي أحد، إنما أنا أحتاج علاقة قوية مع الله حتى يصلح الله ما بيني وبين الناس، حتى يصلح الله ما بيني وبين نفسي، حتى يصلح الله ما بيني وبين الدنيا كلها. هذه العلاقة هي فقط العلاقة التي تقربنا إلى الله دائما وأبدا، وتعمل أو تعيننا على نيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وليس بعد رضا الله إلا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، وأن يهدينا دائما ويقربنا إليه بما يحب ويرضى. هذا كان آخر شيء للقاء اليوم، أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.